والتي كان من خلالها التدخل في اللقطة الماضية المحاولة. حمادي أحمد المعد لهذه المباراة، المعد لهذه الموقعة، نعم ينجح بتسجيل أولى الأهداف من خلال هذه المباراة. الله على المرور، الله على العبور. هنا الجمهور الجوية في أجمل ظهور، في أجمل ظهور. القائد الذي يقود الجوية، القائد الذي يعبر في الجوية. أنا ما أقول لكم بأنه لن يهلأ هناك بال لحمادي أحمد بدون التسجيل من خلال هذه المباراة. صقور الرافدين إذا تتقدم، صقور الرافدين تعبر بالهدف الأول من خلال هذا اللقاء. من هنا كانت الانطلاقة، من هنا كانت الاستفاقة، بعد ذلك العبور وإيداع الكرة في الشباك. لا تخطئ أمام من لا يخطئ الشباك، لا تخطئ أمام من لا يخطئ الشباك. حمادي أحمد ينجح، حمادي أحمد يعبر بالقوة الجوية لتسجيل الهدف الأول من خلال هذه المباراة. ألم أقل بأن المباراة لن تخلو من الأهداف؟ ألم نقل بأن الشوط المباراة الأول لن يكون خاليا من الأهداف؟ الأمر كان واضحا تماما بصورة مختلفة عما ظهر عليه الأداء في شوط المباراة الأول، لكن الكلاسيكو يبقى كلاسيكو، والحديث عن مباراة لا زالت تخفي الكثير من أسرارها من جانب كلا الطرفين، من أصحاب القمصان البيضاء وكذلك الزرقاء. الله 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 الله، وعاد الزوراء، وعاد الزوراء. نعم ينجحون وللهدف الأول يسجلون. أبناء الزوراء يعودون، أبناء الزوراء يعودون. من قال بأنهم يستسلمون، من قال بأنهم يتراجعون. مهند عبد الرحيم ينجح في العبور، ينجح في المرور، ينجحون في أجمل ظهور من خلال هذه المباراة. نعم ينجح الزوراء يا سادة، ينجح الزوراء في العبور وتسجيل الهدف الأول، هدف التعديل. تغييرات لربما لم تكن موفقة من جانب مدرب القوة الجوية، بالغ نوعا ما في الجانب الدفاعي، الأمر الذي سمح للزوراء في العبور والتقدم وتسجيل هدف التعديل في هذه المباراة. هنا كانت الاستلاقة، بعد ذلك الاستفاقة وضربة موجعة ذهبت بها إلى الشباك لتدغدغ بل وتلدغ الشباك لتعبر بالهدف الأول لصالح الزوراء من خلال هذه المباراة. حديث كان بين الأقدام، حديث كان بالرؤوس.